عارفة إيه أصعب حاجة في مقاومة الأنسولين؟ إن إحنا بنوصل له بإيدينا وإحنا مفكرين نفسنا عايشين طبيعي وعادي. دي الحلقة الرابعة من سلسلة مقاومة الأنسولين. لايك الأمور وتعالي. أكتر سبب بيبدأ بيه كل حاجة تبوظ هي زيادة نسبة الدهون في منطقة البطن. هتقوليلي يعني الكرش؟ هقولك الكرش ده مؤشر خطر، لأن لما نسبة الدهون بتزيد في الجسم اللي بيحصل إن بتبوظ استجابة الخلية للأنسولين، وساعتها البنكرياس بيبقى شغال على الفاضي. لكن ده مش السبب الوحيد. يعني لو انت مأنتخة أو لو انت حركتك العادية هي حركتك في المطبخ، فانت كده برافو عليكي، انت بتحققي الشرط الأول اللي بيأهلك لمقاومة الأنسولين. أما بقى الشرط التاني إن أكلك يبقى فيه سكريات وكربوهيدرات مكررة، عيش أبيض، مكرونة بيضة، مخبوزات وحلويات ومعجنات، مشروبات غازية وعصاير محلاة. كل ده بيرفع السكر فجأة، وطبعا البنكرياس يتجنن يا عيني. أما بقى الشرط التالت وهو نومك الملخبط، وده لوحده كفيل إنه يعطل الأنسولين. الشرط الرابع هو إن في بنات بيكون عندها PCOS، تكيس المبايض، وده كمان مرتبط جدا بمقاومة الأنسولين. آخر حاجة أحب أقولها لك إن في كمان أدوية بتزود عندك مقاومتك للأنسولين، زي الأدوية اللي بيكون فيها كورتيزول، واللي كمان بيزيد لما بتتوتري. الموضوع مش بس دايت، الموضوع مرتبط بعادات صحية لازم تخلي جسمك يتبناها علشان تكوني فعلا بتحبيه وخايفة عليه. انت اكيد عرفتي ايه الحاجة اللي انت محتاجة تصلحيها. لو عرفتيها اكتبي لي في الكومنت، وما تنسيش تكوني متابعاني عشان الحلقة الجاية هقولك ازاي نكسر الحلقة ديت ونخلي جسمنا يقدر يسمع الانسولين من تاني. ابعتيها للي يهمك وعيشيها بصحة.